لو انت في تالتة ثانوي والنتيجة بتاعتك طلعت وحاسس برهبة وحاسس ان كلام الناس هيبقى عليك كتير والكلام ده، فانا حابب اقول لك ان الفيديو ده هيفيدك بكلام كتير مهم، وهيفيدك للفترات الجاية او الفترات المستقبلية. فعشان كده لازم تسمع الفيديو ده للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي العزيز او يا صاحبي العزيز، اي حاجة، او يا متابع العزيز؟ انا في الفيديو ده جاي اتكلم معاك او افضفض معاك بالنسبة للثانوية العامة والفترات الجاية كلها عامة. نتيجة الثانوية العامة يعتبر دي بمثابة ان هي بس ايه، يعتبر اول السلم او اول الطريق. انت بعد كده هيكون بقى في ايه، طريق بقى ودنيا، انت داخل بعد كده على مراحل هتكون كويسة جدا. ولكن برضو الناس اللي جابت اقل من كده بكتير، واللي جابوا فوق ال50 وكده، فانا حابب اقول لك ان ده اول الطريق. انت لو جبت 50% او 60% وحاسس ان الدرجات ده شوية، فانت لو تعبت ودوست على نفسك واشتغلت على نفسك، ولكن ربنا ما كرمكش في ثالثه ثانوي، فانا حابب اقول لك ان ربنا ان شاء الله عين لك حاجة تانية في المستقبل، سواء كانت في الدنيا او في الاخرة، فربنا ان شاء الله يعوضك باحسن من الحاجات دي كلها. سيبك من النتيجة والحاجات دي، لان الحاجات دي كلها امرها سهل. انت ممكن ربنا ان شاء الله يعوضك باحسن منها كتير، وده حصل معايا انا شخصيا، وحاجات حصلت معايا كتير. لان انا في تالتة ثانوي يعني يعتبر حصلت لي حالة كده ازمية، ومش عارف بقى دي بيبقى حوار استهتار من الشخص ولا ايه. ولكن انا كنت في تالتة ثانوي كنت عمال اذاكر جدا، والحمد لله ذاكرت ودوست على نفسي في اول السنة لغاية شهر 12، وبعد كده ما فتحتش كتاب. قعدت لاخر السنة، دخلت الامتحانات ما نجحتش خالص، ما كنتش بكتب اي حاجة في الامتحانات، وقعدت السنة دي وعدت السنة تاني، وفي الاخر جبت 52%. فحسيتها ان بشرة خير، ولكن أنا كان الحوار بالنسبة لي كدراسيا كنت سايب الموضوع خالص، فما كانش في دماغي. لاني جات لي، او ما اعرفش، يا دي زي ما بيقولوا كده، انا ايه، حبيت اشيل الموضوع الدراسة من دماغي لان نفسيتي اتقفلت من الحوار. فبعد كده حاولت ابص لحياتي ايه اللي هيفيدني اكتر، لان كنت في الفترة دي بسمع فيديوهات كتير بتتكلم ان مش حياتك الدراسية هي اللي هتعيشك افضل حاجة، او مش هي اللي هتبقى تكون سبب في انك تعيش افضل حالة ممكنة، ولكن يعتبر خطوة بدائية لحياتك او كده يعني. فمن افضل الجمل اللي لازم تكون عارفها يا صاحبي او يا صديقي، انك لازم على قد ما تقدر في الفترة اللي جاية تشوف ايه الطريق اللي انت ناوي تمشي عليه. حاول تشوف ايه المهارة اللي انت حاببها في حياتك، مش عشان ما جبتش فوق ال90 او كده تقول خلاص كده حياتي اتقفلت، ولكن تفائل. انا الحمد لله من فترة، من قبل ما اخش الكلية، انا دلوقتي داخل تالتة، فرقة تالتة. كنت ما كنتش بذاكر وكده قبل ما اخش الكلية وكده، وكنت محبط بطريقة جامدة جدا. ولكن بتخش في اي معهد، اي كلية، اي جامعة، لو بقى عندك نسبة تفاؤل، انت بتتشدد او بتجدد طريقة تفكيرك عن ما كنت فيه الاول. انا الحمد لله طريقة تفكيري غيرتني بنسبة كتيرة. انا عارف ان القناة دي معلهاش متابعين كتير ولا اي حاجة، ولكن انا ما كنتش غيرت من نفسي، او ما كنتش فكرت ان اغير من نفسي وكده، ما كنتش هبقى قدامك دلوقتي بالشكل اللي انت شايفه ده. ولكن لو كنت فضلت قلت لا انا شخص فاشل، شخص مش هنجح في حياتي والشغل ده، كنت فضلت زي ما انا في حياتي كده، وكنت فضلت معاك، ما كنتش بنت قدامك دلوقتي، او كنت بتكلم معاك في حاجه زي دي. فالفيديو ده انا مش في دماغي حد يشوفه كتير ولا شويه، ولكن انا حابب اذكرك بس، لو حد صاحبك او حد تعرفه في ثالثه ثانوي، يا ريتك تبعت له الفيديو ده. ولو حد داخل على تالتة ثانوي، يا ريت تكتب في الكومنتات انت حابب نتكلم ايه على الفترات الجاية. وبعد ما شفت النتيجة بتاعتك ودخلتك اي جامعة في حياتك، فحاول تركز على المهارات المستقبلية اللي هتفيدك. انت لو طالب وحابب تتعلم مهارات او كده، وحاول تصحصح لحياتك. انت داخل على فترات بعد كده هتبقى فترات صعبة. سيبك من فترة بتاع الثانوي، يعتبر كانت درجات وشهايد وبتاع، ولكن الفترات اللي انت داخل عليها فترات صعبة جدا، عاوزة شغل من حديد. معلش بقى المساحة اتملت، فانا حبيت افضي مساحة للتليفون وكده، ان شاء الله يعني ايه هنتكلم مع بعض كمان شوية. فمش عارف بقى الفجر جدا علينا واحنا بنتكلم ولا ايه. بس زي ما انا بقول لك كده، حاول على قد ما تقدر تفكر وتخطط للحاجات اللي انت حابب تعلمها في الجامعة. وكتاب متعة ان تكون في العشرين بنصحك جدا جدا انك تجراه، سواء PDF او تجيبه ورقي وتجراه وتفضل تلخص ملاحظات منه.
وحاول على قد ما تقدر تتعلم مهارات كتير، لان الجامعة دي فترة اكتساب مهارات كتير. ما تحاولش تكتسب مهارة واحدة او اتنين، ولكن اكتسب مهارات كتير. حاول تتعلم من ده وتعلم من ده، لان هي بدايتها كانت بسبب اول يوم ما دخلت المعهد اللي انا فيه ده. والمعهد ده علمني حاجات كتير جدا. فمن ضمن الحاجات اللي انا كنت حابب اعملها في حياتي هو ان اصنع فيديوهات على اليوتيوب وعلى تيك توك والحاجات دي، وكنت شايفها ان هي صعبة، ولكن صعبة بالمنظوم العلمي اللي انا عاوز اعمل فيديوهات تفيد الناس. فكنت بتكلم مع واحد صاحبي في المعهد اللي انا فيه ده، وانا لسه في فرقة اولى، فبكلمه كده قال لي: يا عم تجرب يا عم، إيه اللي هتخسره يعني؟ ما تبدأ انت دلوقتي، ولا هتتعب في حاجة ولا اي حاجة. بدأت بمعدات قليلة جدا، وبدأت وحاولت ابدا وافضل ادوس مع نفسي. انا بقالي بتاع اكتر من سنه ونص او سنتين بعمل محتوى، ولكن عارف ان المحتوى بتاعي برضو فيه فايده، ولكن ما فعلوش تفاعل كتير. فمش فارقه معايا عامه حوار التفاعل، ولكن لو واحد بس، انا بشوف ناس تكتب لي كومنتات بيبقى شخص او اتنين، ولكن ده بيسعدنا اكتر. وناس كتير بتقول لي كمل وربنا هيوفقك. ولكن اللي انا عاوز اقوله لك، انت اعمل اللي عليك، ارضي ضميرك مع ربنا وخلاص. لان الحاجه اللي انت مش ربنا مش هيجزيك بيها في الدنيا دلوقتي، يعني عينها لك ان شاء الله لمستقبلك، او عينها لك هناك في الاخره. ربنا هيجازيك بيها في الدنيا كمان شويه، او هيجازيك بيها في الاخره. فانت اعمل اللي عليك وراضي ضميرك ما بينك وما بين ربنا. فانا من منظوري انا حابب اقول لك، حاول على قد ما تقدر تسعى وتعمل اللي عليك. والحمد لله في شباب كتير بتقابلني، ببقى بتكلم معاه على حوار تالتة ثانوي، وهم في تالتة ثانوي دايما، يعني بسم الله ما شاء الله. انا شايف السنه دي كل الشباب و سواء الصبيان او البنات في بنت عمي برضو كنت بتكلم معاها في حوار زي كده، قالت يعني ان اللي جيبه ربنا حلو. والحمد لله هي جابت 97 76، وجابت كسور، ولكن مش عارف قد ايه بالظبط. فانا حابب اشكر كل الناس اللي كنت بقابلها وتلاقيها تقول لي يعني احنا حامدين ربنا الحمد لله. يعني ما كنتش بشوف الحاجات دي الاول كان كله بيبقى راضي، بس بيقولها كده اللي هو الحمد لله، ولكن ما كانتش بالشكل اللي هو كده. ولكن دايما اليمن دول شايف الشباب متفائلة جدا بالخير. ولكن انا بحابب اقول لك ما تحاولش تتفائل بالخير وتفضل قاعد مكانك. حاول دايما انك تسعى برضه. ربنا ما وفقنيش ان جبت درجة مش حلوة، يعني انا سعيت وعملت اللي عليا وربنا ما قدرنيش بدرجة حلوة، ولكن ده قدر ربنا وده اللي ربنا كتبه لك. ولكن في ان شاء الله حاجات هتجازيك بعدين. انا اتنحرت طول اول 6 شهور في الدراسة، ولكن بعد كده انا اتخنقت، ما بقتش بذاكر اي حاجه خالص. ولكن بدات بعدها، بعد ما خلصت السنتين بتوع الثالثه ثانوي دول، انا قعدت سنتين في ثالثه ثانوي، وفي الاخر جبت 51%. دخلت المعهد اللي انا رايحه ده، والله ما كان في نيتي حاجه اصلا. ده واحد زميلي اللي قدم لي كمان، عشان انا ما كنتش ناوي اقدم في اي معهد. بعدها بدات اشتغل على نفسي، فتحت محل ليا، وبدأت أعمل فيديوهات على اليوتيوب. بدأت أتعلم كورسات من على اليوتيوب برضه. ودلوقتي أنا بشرح بإكسل على اليوتيوب، وإن شاء الله في المستقبل القادم هشرح داتا أناليسيز على اليوتيوب. وتعلمت مهارات كتير، تعلمت منها المونتاج، تصميم الصور المصغرة، إزاي أكتب محتوى، إزاي أعمل عملية سيرش كويسة، إزاي أعلم نفسي بأفضل طريقة ممكنة، والحاجات دي كلها كده. يعني الحاجات اللي حواليا دي كلها اللي انا بصور بيها، والمعدات دي كلها ما كانتش معايا، ولكن انا بديت اسعى واحده ورا واحده، او مره ورا مره. وان شاء الله ربنا يوفقني باكتر من كده، وانا عارف ان ربنا يوفقنا اكتر من كده بكتير. ولكن يعني حابب انكم برضو تشجعوني او تفعلوا الفيديوهات بتاعته اكتر. يعني انا دلوقتي، انت الفيديو ده مش هيفيدك، حاول تعمل شير لغيرك ممكن يستفاد بيه. يعني انت شايف نفسك انت مش في ثالثه ثانوي ومش هتستفاد بالكلام ده، والكلام ده والله لو انت في كلية او في اي سنة دراسية هيفيدك جدا. ولكن لو مش انت شايفه مش هيفيدك، حاول تفيده لواحد غيرك. يعني تبعته لواحد زميلك، واحد صاحبك في كلية ولا حاجة، وتبعته له، اعمل له شير او مشاركة للفيديو، خليه يشوف الفيديو او يستفاد منه. يعني ما نحاولوش نشهروا الحاجات اللي هي ملهاش لازمه، ونيجي على الحاجات اللي هي كويسه هتفيدنا ما نشهرهاش. يعني بتلاقي واحد صاحبك يبعت لك فيديو مضحك ملوش اي 60 لازمه، هو مضحك بس ممكن يكون فيه حاجات كمان مش كويسه، بيبعتوا لك عشان يضحكك. ليه ما انت تعمل شير لحاجه مفيده؟
وحابب على قد ما اقدر اشكر كل الناس اللي هم في ثالثه ثانوي. ودايما لو انت شايف انت عملت اللي عليك فتحيه مني ليك، بدل انت عملت اللي عليك واجتهدت على قد ما تقدر. ولكن لو انت شخص ما عملتش اللي عليك، فحابب اقول لك ان انت هتندم ندم شديد في المستقبل القادم، لان انت دخلت على سنه كويسه. السنة دي بتعلمك التزام بطريقة جامدة جدا، التزام من كل حاجة، سواء التزام ديني، التزام بوقت، والتزام بمذاكرة، وبتخليك تلتزم بكل حاجة في حياتك. وبالذات الأشخاص اللي بتلتزم في الرياضة في تالتة ثانوي دي، فأنا بحب الرياضة جدا جدا جدا. ومن أهم الحاجات اللي أنا بحبها ألتزم بيها، سواء رياضة، مذاكرة، عبادات، التلاتة دول بحب ألتزم بهم جدا. ولكن برضو حاول على قد ما تقدر تستفيد من كل الناس اللي حواليك، حتى لو انت شايف ان الشخص ده يعني شخص ما عندوش علم كتير، حاول تقعد معاه تستفيد على قد ما تقدر منه، حتى لو بمعلومة بسيطة. ممكن تلاقي واحد شخص عادي وطبيعي جدا يديك معلومة تفيدك احسن من انك تقعد مع واحد عامل نفسه زعرين، وهو اصلا في الاخر مش هتستفاد منه بحاجة. فانا كده يعتبر خلصت كل الكلام اللي عندي. ولو حابين نتكلم على حاجات تانية يا ريت تكتبوا في الكومنتات، وانا ان شاء الله مش هتأخر عليكم، واحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. وحاول تكتب اي شيء في الكومنتات نتكلم عليها الفترة الجاية، ويا ريتك تشير الفيديو ده لغيرك. سلام.